تجتمع حياة القلب مع سماع الغنى، لا يجتمع سماع الغنى مع حياة القلب قط، ولا تزعلون علي، ولا يجتمع حتى مع الشيلات التالية هذه، لأنها من أنواع الغنى. والآهات التي الآن ملأت الأسواق بدعوى أنها أناشيد إسلامية، وهي إلى الأغاني أقرب وإلى إمراض القلب أقرب. آهات وأنين وأصوات بشرية ومؤثرات صوتية وإيقاعات يسمونها بشرية، المحصلة أنها تؤثر كتأثير الموسيقى في القلب، وهي من الخضوع ومما يمرض القلب. فمن أراد لقلبه الحياة فلا يسمع إلا كلام الرحمن. تغنى بالقرآن، فالحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا كنت تريد أن تنتشي فعندك القرآن، رتله حتى يلين قلبك ويقشعر جلدك وترتقي بالقرآن. اقرأ وارتقي. ولذلك عندما عصم الله محمدا عليه الصلاة والسلام، عصمه من سماع الغنى واللهو، قال الحبيب: ما هممت بسوء، سماه سوءا. أخرج الله العلقة من قلبه. وهذا دليل على أن الذي يسمع الطرب سواء أغاني أو شيلات، اللي أدمن هذا قلبه به مرض. وعلقة الشيطان هي شريحة التردد فيها عند الشيطان معها الريموت، وهو التذبذبة عند الشيطان، يحرك صاحب اللهو، يحركه فيجعله يطرب للألحان ولا يتلذذ بالقرآن.